ليه اغلب المشاهير بيروجوا او بيدعوا للوحده؟ انا هجاوب على السؤال ده لان انا مش بعتبر نفسي لا شخص مشهور ولا شخص وحيد، بس انا فاهمه انت تقصدي ايه. في فيديو يعني نزلته كتبت مش معنى انك لوحدك انك وحيد، وده لان انا مقتنعه جدا بده. مش معنى ان انا مفيش حد حواليا او مفيش حد معايا او ان انا خارجه لوحدي او ان انا قاعده لوحدي ان انا حاسه ان انا وحيده. actually انا بحس بالوحده جدا 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 وانا وسط ناس لا انا فاهماها ولا هي فاهماني، وده بحسه يعني 70% من الوقت، يعني 85%، 90% من الوقت اللي بقضيه مع الناس بتكون ده احساسي الداخلي، لان انا نادرا ما بلاقي حد قريب لدماغي او قريب لتفكيري. فالموضوع ملوش اي علاقة بوجود ناس، ده حقيقي. تاني حاجة، محدش بيدعو لأي حاجة. انت شخص اجتماعي بتحب الناس، انا بحب الناس جدا على فكرة، وبحب اسمع كلام من الناس، بس هذا معناه ان انا بحب اقضي وقت، يعني اغلب وقتي بحب اقضيه مع الناس؟ لا. فمحدش بيدعو لأي حاجة ومفيش معيار لحاجة معينة، ولكن خلينا متفقين ان شئت ام ابيت مع الوقت ومع تعرضك لحاجات معينة دايرتك بتقل، ووقتك كمان اللي بتديه للناس بيقل. يعني انت الوقت اللي بيبقى متاح بالنسبة لك بيبقى قليل، فبتبقى عايز تشحن فيه طاقتك، فمبقاش عندك وقت كفاية تديه للناس. ومعظم العلاقات ما بتستمرش لو ما اديتهاش لا الافورت ولا الوقت الكفايه. يعني انا ما عنديش وقت اديهولك وما عنديش طاقه اديها لك، انا طاقتي يا اما خلصانه في الشغل يا اما في المذاكره يا اما في حاجه انا مشغول بيها، فما عنديش طاقه اديها لك. فهي دي الفكره. لكن هل مثلا شرط للنجاح انك تكون وحيد؟ لا طبعا. هل لو انا مثلا عندي صحاب وبنحب بعض هل ده معناه ان انا انسان؟ بالعكس. ولكن الموضوع كله ان البشر محتاجين طاقة كبيرة جدا جدا جدا، اغلب الوقت مش بتكون متوفرة. فبس هي دي الفكرة يعني.